يا بابا الأخبار قلقانة قوي في الجنوب. مشاكل في البحر ومشاكل في النهر. هو التاريخ بيعيد نفسه ولا إيه؟ التاريخ مش بيعيد نفسه يا نفر كارع. الجغرافيا هي اللي ما بتتغيرش. دي مش حدود جديدة، دي أرض الإله اللي جدتك حتشبسوت خلتها ملعبنا. شايف الخطوط دي؟ دي مش مجرد طرق في البحر، دي كانت شرايين الحياة بتاعتنا. أساطيلنا كانت رايحة جاية، محدش كان يجرؤ يقرب منها. من هنا كان بيجي لنا الذهب والبخور المقدس اللي بنستخدمه في المعابد. دي ما كنتش تجارة، دي كانت أمن قومي ديني يا نفر كارع. فهمت. يعني اللي بيحاول يسيطر على المكان ده دلوقتي كأنه بيقفل باب بيتنا الشرقي بالمفتاح. وده حبي النيل العظيم. انتوا فاكرينه مجرد مطر بينزل على الهضبة؟ لا يا ابني، دي قصة تانية خالص. الأسطورة بتقول إن الفيضان ده هو دموع الإلهة إيزيس وهي بتبكي على جوزها أوزوريس. دي مش مياه عادية، دي دموع مقدسة. عشان كده اللي يحاول يحبس الدمعة دي مش بيحارب مصر بس، ده بيحارب نظام الكون والآلهة نفسها. دي جريمة كونية. في محكمة الآخرة قبل ما قلبك يتوزن لازم تقف قدام 42 قاضي وتقسم إنك ما عملتش ذنوب معينة. ومن أهم الاعترافات دي كان لازم تقول: أنا لم ألوث ماء النهر، أنا لم أمنع المياه في موسمها. يا خبر، يعني اللي يمنع المية ما كانش بيدخل الجنة أصلاً؟ دي كانت عقيدة دينية مش مجرد قانون دولة. إحنا ما كناش بنستنى الخطر يجيلنا. ملوك الدولة الحديثة بنوا سلسلة حصون وقلاع بطول النهر في الجنوب عشان نأمن كل قطرة مياه. مصر قوتها مش بس في أرضها، قوتها إنها تكون موجودة في قلب أفريقيا. أمننا بيبدأ من عند المنبع مش المصب. يعني إحنا مش بس هبة النيل، إحنا كمان حراس النيل. الحارس ممكن يصبر كتير بس عمره ما بيسيب مكانه. طمنوا، النهر ده شاف ممالك كتير قامت ووقعت وفضل يجري لحد عندنا. النيل عارف طريقه لبيته ومحدش يقدر يغير مجرى القدر. عندك حق يا بابا، طول ما احنا عارفين تاريخنا ومحافظين على قوتنا مفيش أي قوة تقدر تقفل الباب في وشنا. لو عايز تكون واحد من حراس الحضارة سجل اسمك دلوقتي في لوحة الشرف واشترك في القناة. التاريخ بيتكتب هنا. فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل أسرار الخريطة والكنوز. يلا سلام يا ملوك.